ما فينا ايمان. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. انا اسمي زكريا الجمعه، واذا كنت عم تتابعني جديد فلا تنسى ضغط اللايك وزر الاشتراك وتعليق حلو منك وتفعيل الجرس. خلينا نبلش. طبعا اليوم رح نحكي عن ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف طبعا ما في حدا ما بيعرفها. ملقبه بالبومه، اللي بتجيب لك اخبار اول راس السنه بتخليك تقول اوف ايش عم بصير. طبعا نحن ما بنؤمن بهذا الشيء وانا ما بؤمن بهذا الشيء، ولكن طالعين نعمل ردة فعل على الشيء اللي بتحكيه ونسمع انا وياكم ايش اللي عم تحكيه، يعني ايش القصه ب 2024 شو راح يصير. فمثل ما بتعرف ليلى عبد اللطيف هي اعلاميه لبنانيه معروفه، بتطلع بالتلفزيونات وبتطلع بمقابلات تتنبأ، مو التنبؤ بالمستقبل، هي ما بتتنبأ ولكن هي بتحكي شغلات راح تصير، ممكن وممكن لا ما تصير، ولكن هي بتشلف هيك من عندها. يعني 2024 يمكن يحترق شيء مثلا، او يمكن ينزل شيء، او يمكن يصير عنا فضائيين مثلا. هيك بتحكي. فنحن انه راح نشوف ايش حكت ب 2024، لاني ما شاء الله ب 23 حكت في شغلات صارت، ما بقول ما صارت، ولكن بنقول كذب المنجمون ولو صدقوا. ولكن برجع بقول شغله ثانيه، انه انا ماني مصدق، انا طالع نعمل ردة فعل. اصلا هي لحتى بتحكي بتقول انا ما بتنبأ بالمستقبل، هي بتحكي انه انا بشلف هالشغلات يا بتصيب يا بتخيب معلم، مثل الجلال، يعني بقعد تلعب جلالتك يا بتضربه يا ما بتضربه. فخلينا نتفرج. سنموت بعد قليل، بس مستحيين نقولها. إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على صعيد العالم بسبب انفجار مدبر، وهذا الاعتداء بطال هذه الشخصية أثناء وجودها في طائرة خاصة أو في يخته بالبحر، أو يعني بقلب البحر وعلى سطح يخته الخاص. بسم الله وما شاء الله، بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. اول ما حكى سنموت بعد قليل، ليش؟ لاني بيعرف انه هي ايش تطلع بتحكي. واول ما بلشت بانه في حدا شخصيا مهم راح يموت. الله اعلم، هذا الشيء نحن ما بنآمن فيه. كل شيء بيد رب العالمين، وما حدا بيعرف بالغيب، وما حدا بيعرف المستقبل الا الله عز وجل. ولكن بلشنا المصايب يعني. هلا مين وكيف على اليخت. ما بعرف. نعم. حادث الطائرة بتشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرف، وين ما بعرف. مثل ما سمعتوا، هي كيف وليش ما بتعرف، ولكن حكيت. بس الصدمة هون، عرفتوا شلون؟ اللي بدي احكيها الله، العالم راح يقولوا لي انت عم تعمل هالشيء مشان توافق كلاما. لا ابدا، والله ابدا. ولكن مثل ما بتعرفوا لسه ما صار لنا كم يوم داخلين ب 2024. بس المشكلة انه اليابان مستقبلة 2024 بكل صدر رحب. السلام عليكم يا نفرات. فمعلم الزلازل اللي عم بصير فيها والخلق والبيوت اللي تهدمت. بس النقطة مثل ما سمعنا هلا، انه ستحترق طائرة ركاب وما راح ينجى فيها. المشكلة كمان انه باليابان اول امبارح يمكن احترقت طيارة. تمام، طيارة ركاب. بس ما بعرف اذا انه نجي فيها حدا لا ما نجي، ما بعرف. بس انا داخل هيك على الانستغرام عم بقلب ولا الاقي الجزيرة منزلة انه طيارة في اليابان تحترق وما بعرف ايش. يا ربي دخيلة. ايش عم صير؟ وين؟ ايش في؟ فعرفت شلون؟ انا خايف وبنفس الوقت ماني مصدق في هذا الشيء. بس مثل ما قال سنموت بعد قليل. العاصفة تضرب ال24 أجواء أوروبا، وكوارث تلتهب داخل بعض الدول الأوروبية، والمأساة كبيرة. أنا عارفة حيقولوا عني بومي. راح يقول رح اقول عندي بومة والله. يعني كل هذا اللي عم تحكي وبدك اني ايش اقول لك؟ ملاك؟ لا اكيد بومة يعني الحق البوم دلع على الخرافة، ما بالك انه واحد، انه في عالم عم تسمعك ومصدقة. هي هون الصدمة، فاكيد بومة.
وقصة عن اصدق وما اصدق رح احكي باخر الفيديو كمان مشان تفهموا اكثر ايش القصة يعني. حيقولوا بومي. هلا انا بيني وبين حالي عم بقول شغلة، بومي الأشياء والناس عم لا بيقولوا لا بدي بومي. لك والله انا عم بقول بومة كمان يعني، مو بس انت، كلياتنا عم نقول معلم. الأشياء المفرحة أكيد رح تشوفها الناس وبتعرفها، لكن الأشياء بتعرفي ليلى الكارثية، هلا الأشياء الكارثية بعيد عن المزح، في كونسنتريشن، يعني في هيك بشكل مركز توقعات. ما هو التوقعات المؤثرة، سيئة. التوقعات المفرحة الناس. والله انا بوافق بهذا الحكي. يمكن عندي وجهة نظر انه فعلا وقت تبرك تحكي شيء للخلق كويس انا ما بتاخده باي اهمية، ما بعرف ليش، بس ولكن وقت تحكي شيء مو كويس مثل هذا ايش اسمه همبرجر اللي طلع قال على الزلزال اللي رح يصير في تركيا واللي صار، فانه فعلا وقت بتحكي شيء بخرب البيوت لنقول العالم تاخده، بس وقت تحكي شيء كويس العالم عادي اصلا. خلونا نتابع. يعني كلب او الكلب يعني عم بدي اقول لك شغله، فوت على افلام السينما، العالم بتفوت على افلام الرعب، ما بتفوت على الافلام اللي بتضحك. انا عكسهم تماما، ما بفوت على افلام الرعب. مو انه ما بخاف الا ما بخاف يعني، ولكن انه لا انا بحب شيء اضحك فيه، شيء هيك امزح فيه، عرفت شلون؟ قد يتحول مأتم تشييع جنازة أحد الرؤساء إلى مسرحا لجريمة كبيرة قد تؤدي إلى وقوع قتلى بينهم من عدد من يعني شخصيات بيكونوا بقلب هالجنازة يلي هي مأتم يعني تشييع جنازة لأحد الرؤساء، أحد الرؤساء بينهم خلال عدد من الجنازة الشخصيات بيصير في كارثة. عم تقول في رئيس رح يموت، تمام، ولكن هن عم بيعملوا له جنازه، يعني رح تصير مشكله والعالم معلم رح يدخلوا في بعض ويقتلوا بعض، رح تصير مجزره تقريبا. ايش شو؟ حالات من الاختناق في الداخل الإسرائيلي أثناء تواجد عدد كبير من الإسرائيليين في ملاجئ تحت الأرض هربا من خطر كبير ومن جراء الدخان الكثيف. يا رب الله يسمع منك. رح اكيد مثل ما شفتوا رح اشفر الكلام اللي قلته، يعني رح اشفره شوي، ولكن ان شاء الله يسمع منك. بالنسبه لي هذا خبر مفرح يعني، وبالعكس رح افرح كثير يعني انه اذا صار ما رح اصدقك، اكيد انا مالي مؤمن بهذا الشيء، ولكن اذا صار نحن كلياتنا رح نكيف. في هذا التوقع أنا أقول ما أراه للأسف الشديد وليس ما أتمناه أبدا، لأنني أدعو الله دائما بأن يغلق أبواب الربيع الدموي ومآسيه في كل بلد من الوطن العربي الحبيب. لذلك أقول إن كل ما نراه اليوم يحصل في فلسطين المحتلة وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان سيتحول إلى بداية النهاية بإذن الله تعالى. فالأحداث القادمة والمفاوضات الجارية نشان رغم كل الصعوبات بنشوفها أنه والعراقيل سوف تتوصل إلى حلول وتسويات ناجحة لوقف وإنهاء كل هذه الحروب والمآسي والانهيار التي سببها. والله كنت طلعت تحكي شغلات مفرحة، يعني عتقولكم انه الدول العربية اللي فيها مشاكل رح تخلص ان شاء الله وما رح يضل في شيء. هلا البشت اذا انت عم تسمع كلامي رح تقول نعم هذا ما تنصدق. انا مثلكم عم بسمع هلا عم بحكي يعني هيك حكي انه كان يبارك مع رفقاتي، مع الشباب، مع اخواتي، مع حبايبي، مع اصدقائي، وعم بحكي هذا الشيء انه ان شاء الله شيء كويس. كما أرى جزيرة مالطا تتعرض إلى زلزال مخيف ويثير موجة رعب كبيرة بين الناس خلال المرحلة القادمة. ايش ضل ما خربتي خالصة 2024 اولا حاج اكثر من هيك احكي يعني ما عم بصدق انا، ولكن انه ايش رايكم بهيك استقبالي؟ طبعا مثل ما سمعتوا التوقعات اللي توقعتهم توقعات وليس انه شلون بدي لكم تنبؤات. في فرق بين التوقعات وبين التنبؤ. التنبؤات هي اللي رح تصير خلص، ما في اي مفر من انه بس تنبأت بهذا الشيء رح يصير، ولكن تقول توقعات يعني هي عم تتوقع بهذا الشيء. طبعا مثل ما قلت لكم هي تتوقع ولا تتنبأ، لأن التنبؤ هو انك حتتنبأ بالمستقبل، مجرد انك حتتنبأ بالمستقبل فمعناتها انت بتعلم بالغيب،
وهذا الشيء مستحيل، قطعا مستحيل. لا كاهن ولا ساحر ولا أي شيء، ما حدا بيعرف غير رب العالمين. رب العالمين الوحيد هو اللي بيعرف بالغيب، لأنه هو خالق كل شيء. ولكن هي عم تتوقع، وطبعا هذا شيء مثل التكهن، لنقول انه في تكهنات او لا ما بعرف، او الصدمة انه في عالم بتقول انه عم يندفع لها مصاري. اي نعم، بقولوا انه مؤامرة وعم يندفع لها مصاري لحتى تطلع تحكي هذا الحكي، وهو اصلا هذا الحكي رح يصير مدبر. فانت ايش رأيك بهذا الحكي؟ حط لي رأيك بالتعليق، رأي يكون محترم، ما بدنا حكي مو كويس، لا لي ولا لا ولا لحدا، وهيك نكون لطيفين مو أكتر وحبايب قلبي. هذا الفيديو كان عندي لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك، زر الاشتراك، تفعيل الجرس، وبحبكم كتير وشكرا لأني وصلنا 131 متابع. صح يمكن شايفينه قليل، ولكن أنا انتو والله على راسي، يعني انتو بالنسبة لي 131 مليون وليس شخص. بحبكم كتير، سلام.